كونيتشوا ميناسان، معاكم ميكو تشين. النهارده بنجرب لعبة اسمها بليتش. طبعا يعني ده اسمها جاي من انمي بليتش. اللعبة مذهلة مذهلة مذهلة، يعني فوق تخيلاتي. انا حملتها من على موقع ستيم، وحاليا انا بتفرج معاكم على السيناريو اللي كان في الاول. انا مرضتش اعمل سكيب للمقدمة لان انا ما اتفرجش على الانمي اصلا، يعني انا منبهرة. فانا لسه بشوف الشخصيات والكاركتر لاول مره، بس انا اعرف شخصيه اسمها ايزن سوسكي، وده كان بيجي عليه ميمز كتير قوي بخصوص الخطط بتاعته اللي خلصت واللي لسه ان هو بيفكر في كل خطه قبل ما تحصل يعني. فانا كنت عارفاه عشان كده. فانا لما شفته هنا في اللعبه دي انا اتحمست جدا ان انا احملها واجربها، واتفرجت على المقدمه دي كلها بالكامل. طبعا انا مش فاهمه اي حاجه ومش عارفه ايه الشياطين دي، بس يبدو ان الموضوع ممتع. فخلينا نجرب اللعبة مع بعض. دي كانت المقدمة بتاعتنا، بصراحة مذهلة قوي. لو انا بتفرج على انمي فعلا هعجب عليه. اللعبة اسمها بليتش بريف سولز، جاي من اسمها، محملها من على موقع ستيم. مساحتها تقريبا نص جيجا، حتى اقل من نص جيجا حتى، يعني خفيفة جدا بالنسبة للمجهود المبذول فيها. خلينا ننتظر التحميل. دخل معانا للقصة. مين دي اللي واقف على الخشبة دي؟ بتفكرني بناروتو، كان كارين او في واحدة كانت واقفة كده عليها. اسمها ايه دي؟ هي شايفة شبح. فإتشيجو الشخصية اللي لونها برتقاني دي إتشيجو أصلا يعني يعني ايه، يعني فراولاي باللغة اليابانية. فهو ازاي هو شعره برتقالي؟ ماشي. هو اسمه إتشيجو والشعره برتقالي وعينيه بنية، وهو موجود في المدرسة. The special skill the ability to see ghost، يعني بيشوف الأشباح. فهنا بتقوله are you saying you can see me، اللي هي شبح. فهو بيقولها أنا شايفك. consider that was my fault I just، يعني هو بيشوف الأشباح. يعني أنا عايزة أفهم من كده، يعني هو بيشوف يعني هو طالب في مدرسة عادي بس بيشوف الأشباح. حلو. والبنت اللي قدامه دي هي شبح في الحقيقة، فهي شافته I am a soul repair، يعني بتصلح الأرواح مثلا. ف an evil spirit called هولو دي اللي هي ايه. كان في لعبة كنت محملاها بتاع اسمها هولو نايت، اعتقد دي شبهها. في وحوشة يعني اللي بيبقى ليها قرون كده زي ما احنا كنا شفنا في المقدمة. ماشي. عموما القصة حلوة، وتقريبا الانمي بيتحرق عليا حاليا. ف في هولو بره، سامعين صوت حاجة. في صوت وحش بره تقريبا او في حاجة، فهو سمعه وهي لسه ما سمعتوش. يوزو، اسمها يوزو. كارين زبين تقريبا الوحش هاجم عليهم. you have got to save her، لازم تروح تنقذها. اتشيجو اب طيارة طار. هيروح يعمل ايه؟ هيروح يقاتل احنا هنقاتل دلوقتي. طب تمام، احنا هنبدأ اهو. hello or evil spirit Karen's in danger، طير على كارين. طب هيقاتل الهالو ازاي؟ بالايد كده، بلكمات الايد. طب احنا نمشي بالفارة. الله، جميلة قوي. حلو ان مش التحكم بالماوس. وبعدين اضرب، يعني انا بضرب الهالو بايديا المجردتين. الجيش بيقولك اتصرف. هما دول الهالو، شبهين شبه هولو نايت، والله شبه نفس الشكل بتاع هولو نايت اللي ليه قرنين كده، عشان كده اشتق منهم. صح، اعتقد الكمامة دي فيها حاجة. صح، ما فيش حاجة بجيبها منها. بس انا ممكن اضربهم. صح، انا ممكن اضربهم. ايوه كده، جالي منهم مش عارفه ايه دول. اي بي اللي هي نقاط الحياه. بس كده خلصنا اول جيم، كانوا سهلين. لسه البيج بوس بتاعنا، ولا بيج بوس ولا غيره. مسك البنت اللي اسمها كارين، اللي هي كارين دي امه دي ولا ايه؟ مش عارف كارين دي امه او مين دي اللي كان ماسكها ما بين ايديه. المهم ان هو عايز ينقذها، فهو المفروض ان هو يروح يقاتل هذا الشاعي. قتله بايديه المجردتين برضو، يعني هو قاتل البيج بوس بايديه كده. هو في الانمي عمل كده فعلا. انا هروح اتفرج على الانمي مخصوص عشان خاطر اعرف. في اول لقاء فعلا قتله بايديه، يعني هو بيشوف الاشباح، واسمه اتشوجو، وشعره اورنج. لا، جابوله سيف. صح كده، صح، لازم ياخد سيف. دي المهارة الخاصة بتاعته. تب 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 تب، بس كده خلص. البساطة دي. يعني انتي طلع اسمها روكا او روكيا. طلع اسمها روكيا. طيب انتي يا روكيا يلي المفروض بتصلحي الارواح، ما قدرتيش تقتليه واتشيجو قتله؟ يعني بالبديهية كده ازاي؟ جبنا 3 ستار كده. اول جيم خلص، اعتقد ده كان الجيم التمهيدي.
جبنا وصلنا للليفل 2. بصراحة هي عجباني لان التحكم فيها بالفرة، فانا بحب بصراحة الحاجات اللي التحكم فيها بالفرة جدا يعني، لان ما بقدرش انتبه للكيبورد. فدخلنا اسمها روكيا، خلاص دي اسمها روكيا، اسمها في الانمي كده برضو روكيا، روكيا. choose the character that you want to fight with. اختار الكاركتر اللي انت عايزها تشارك معاك. حلو، نختار واحد. انا عايزه ده اهو، انا عايزه اللي هو ابو شعرايه ده، اللي بقول ايزن سوسكي ده. خلينا نحاول ندور عليها كده. انا ما اعرفش مين الكاركتر دول بصراحه، انا اول مره اشوفهم. هو ده هو ده هو ده اللي انا عايزاه. الله، ايوه 1 فري، يعني هو مجاني لاول مره، بعد كده ما عادش اقدر اجيب. ايوه انا عايزه ده. وافقوا. هو ده معاه فراشه كده. الله، صوته تحفه تحفه تحفه. ايزن، هو ده ايزن سوسكي. خطتك انا عارفها، انا عندي خطه احتياطيه للخطه. كل اللي انت عملته ده كان في خطتي. مش عارفه بيقولها ازاي، بس بجد كانت يعني تحفه تحفه بجد، يعني صوته تحفه. لو بتتفرجوا على انمي قاتل الشيطان، فالغراب اللي كان جه للشيطانه ده في الاخر كان نفس صوته بالظبط. فانا من ساعتها دورت عليه واعجبت بيه جدا. يعني انا لو هتفرج على بليتش هتفرج عليه بسبب الشخصيه دي، مش بليتش نفسه. يعني انا مش معجبه بيه، انا معجبه بايزن سوسكاوي ده. حتى هو 5 نجوم، يعني هو اكتر من الكاركتر الرئيسي. فكده هو بقى موجود في التيم بتاعنا، فاصبح واتاشينو ناكاما، يعني الرفيق بتاعنا طول الطريق. هنبدا الجيم التاني. جا هاجيميماشو. اول حاجه نبدا، بياخد وقت في التحميل شويه، بس هي بصراحه كويسه. يعني هي مش القصة بتاعتها مش جزء كبير من الأحداث، يعني مش حاسة إن أنا ملانة، لأ حاسة إن أنا فاهمة الموضوع. يمكن عشان ما شفتش الأنمي فأنا متحمسة. فكارين and يوزوبوز acted as it is nothing، يعني قالوا إن هما ما شافوش حاجة امبارح، كأنهم ولا شافوا حاجة. روكيا جت تاني، أو جت مع المدرسة، فهو مستغرب هي جت معاه تاني ليه. دايما كده في الانمي، اي حاجه تلاقي الشخصين اللي التقوا هوبا اقدم لكم زميلكم في الفصل الجديد هو نفس الشخص اللي الكاركتر قابلته امبارح. متعوده دايما. طيب، هو عايزاها I haven't power to reserve anymore، ما عادش عندها طاقه تقريبا. اعطت له الطاقه بتاعتها امبارح عشان خاطر ان هو يقاتل الهولو اللي كان معاها، فبالتالي هي ما عادتش عارفه ان هي تقاتل. فتقريبا جاي تدعوه ان هو ايه، يبقى سول ريبير معاهم. عشان هو بيشوف الاشباح وكده، فبيضطر ان هو يقتلهم. حلو جميل، بس هو تقريبا مش موافق. ليه مش وافق يا عم؟ بوظ لنا القصه من البدايه. وافق. مش عايز يوافق. هو فعلا في الانمي ما كانش موافق برضو، وبعدين اقنعوه بالعافيه، ولا هتقنعه ازاي؟ ايتشيجو طفش. اوبا، غير ملابسه. ازاي بقى بالشكل ده؟ انا كنت بشوف ليه شكل الاقي فيه قناع كده شبه الجمجمة على وشه. هو ده يعني نسخة متطورة منه ولا ايه بالظبط؟ انا شفت النسخة اللي هي على وشه. انا عايزة ايزن، انا مالي ومال اتشيجو، انت حر، انت تصرف انت. انا عايزة اجرب ده، عنده قوات كتيرة قوي، بس بصراحة يعني الناس اللي هنقتلهم ما يستحقوش يعني ان انا اطلع قدامهم قوة ولا حاجة زي دي. فين البيك بوس نجرب عليه؟ ممكن اكسر دول. انا عرفت بقى، اي حاجة في القمامة الاقي فيها ايه، نقاط حياة. هو ده البيك بوس باتل. مش شايفاه في اي حاجة جديدة. in the eyes of soul، العينين بتاعتها في حاجة. الكلام بيروح بسرعة قوي. مش مشكلة، خلينا نجرب ايزن. هو ده البيك بوس. قاتل. لما اجرب عليه المهارة دي ما لحقتش اجربها، هو مات اصلا قبل ما اجربها. كنت عايزة اشوف الضربة القاضية بتاعته، ما لحقناش. في المجمل حقيقة اللعبة كويسة جدا. دي لسه الادوار التمهيديه، لسه بقى المشوار يطول وكده. فانا بصراحه برشحها لاي حد. اللعبه بتاعت امبارح لو كنت شفت الفيديو، كنت بلعبها على الموبايل، كنت منتظر ان اشوف فيها اي حاجه ايسيكاي، هنروح بلد تانية. كانت الستوري بتاعتها اكتر من القصه، لكن هنا لا، هنا الوضع مختلف طبعا. يحيى بليتش ويحيى ايزن ويحيى اللعبه دي. اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.